البداية كنت بدي أسجل حلقات يوتيوب. الجميع يطالبني يعني بسبب اعتقاد البعض أني أمتلك بعض المواهب، وأمتلك قدرة كتابية وقدرة تحليلية وقدرة تفكيرية. وسامحوني طبعا إذا بتكلم عن نفسي كثير، فممكن هذا اضطراب عصبي معين أو اضطراب نفسي معين، إشكاليات طفولة وإشكاليات نفسية كثيرة، يعني ما تقلقش في الموضوع كثير. بس أنت خذ اللي بعجبك، انساك من قصتي وانساك من مسائلي الشخصية. ولكني كشخص يعني بالغ من العمر عتية، يعني 49 موجه على 50، لا أدري ما الذي حصل. هل هو نضج عقلي أم اكتمال إدراك معرفي أم اختبارات تحولات يعني فكرية حقيقية عبر يعني التاريخ اللي أنا عشته والحياة التي مريت فيها من ظروفها وتجاربها وأفكارها وتغيراتها وسياساتها وكتبها ومؤلفيها ومشاهيرها وأنماطها وسلوكياتها. خمسك من القصص كلها يا زلمة، كثير حكي، معلش سامحونا يعني. بس بدي أحكي، يعني بدي أسوي يعني إيش أنت يعني سألني القصة، بدي أحكي، بدي أشوف حالي. فصراحة يعني صار لي فترة مهتم في مسائل النهضة والوعي والتغيير في الوطن العربي. يعني من هالفترة بجوز مش بسيطة كثير، يعني ممكن تكون من بداية حياتي، من بداية حياتي العقلية وإدراكي لما يدور حولي. يعني لعلي من جيل ليس من جيل زد ولا من جيل اكس ولا واي، من جيل الله بيعلم شو هو، جيل عاصر تغيرات كبيرة في الحياة، طموحات، أحلام، حاول أن يراهن على كثير من الخيارات التي كانت مطروحة. اكتشف في فترة من الفترات أنه كان يراهن على حصان خاسر. يعني ما بدي أذكر شيء، ولكن ممكن نقول مثلا الإسلاميين، يعني من باب أن جماعة مؤدبين محترمين إحنا مربيين نوعا ما يعني تكلكش حالك في مسألة السيجارة كثير، قصتها قصة يعني. مربيين، فشيء طبيعي أن تلجأ إلى أصحاب القلوب النظيفة، الأيادي النظيفة، الوجوه السمحة، المستنيرة بنور الله، المضيئة، التي تريد التغيير، جماعة تستطيع أن تتكلم، لها منابر يعني، ولها متابعين، ولها منابر مدعومة دينيا، مدعومة عقائديا، مدعومة فكريا، مدعومة اجتماعيا. فأنت حقيقة وجدت أفضل الموجود أو المتاح، لعله لم يكن هناك كثير من الخيارات المتاحة أو الموجودة، ولكن ما بين أيديك كانت هذه المنابر. يعني أردت أن أفعل شيئا، أردت أن أغير شيئا، أردت أن أفهم الواقع كما هو. لا ألوم نفسي كثيرا صراحة على تلك المرحلة، بالعكس أنا أعتبرها مرحلة جيدة وأنضجت عقليتي كثيرا، وإن كان النضج جاء متأخرا. ولكن لا أرضى، وأنا من صفاتي الشخصية أني لا أرضى أن أكون صفرا على الشمال أو في زاوية الهامش مثلا، لا أرضى ذلك. فصراحة أردت أن أتكلم عن مسألة الوعي، كيف يتشكل، ما الذي يحصل،
ما هي التغيرات التي تطرأ على الإنسان الذي يبدأ في الصيرورة الواعية؟ وسامحني إذا بستخدم بعض المصطلحات، أنا لا أحبذ استخدام مصطلحات ولا الاستشهاد بأقوال ولا الاقتباس بأشياء ولا ما يحزنون. صراحة إذا كان لي هدف أريد أن أصل مع المشاهد أو المستمع إلى مرحلة هو لا يريد إلا المعرفة، لكنه يمتلك عقلا يستطيع أن يحلل من هذه المعرفة ومن هذه المعلومة التي تصل إليه. يستطيع أن يستخدم هذا الدماغ الذي في الرأس لاستخراج كل أو معظم ما استخرجه الفلاسفة والسياسيين والمفكرين والأدباء وغيره وغيره. يستطيع أن يستخرج تلك المسائل بسهولة. لذلك لا تستغرب أن تجد عجوزا أو أميا أو رجلا بسيطا عنده وعي وقدرة على التفكير واستخراج الأفكار من المعلومة البسيطة، ثم تجد أن هذه الفكرة التي استخرجت ما هي إلا معادلة يستطيع أن يضع فيها متغيرات كما شاء وكما أراد وبالحجم الذي يريد. يعني زي واحد اكتشف إن ألف زائد باء يساوي جيم مثلا كمعادلة بسيطة، فلو وضع في ألف واحد وفي باء واحد فجيم اثنين، لكنه يستطيع أن يضع في ألف مليون وفي باء 3 ملايين ويطلع جيم 4 ملايين مثلا. المهم أن تكون المعادلة سليمة. لذلك لا تستهين لا بالأمثلة الشعبية ولا بالحكم العالمية ولا بأقوال الختيارية. في بعض المسائل البسيطة تستطيع أن تفهم قواعد سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وفلسفية، وقال نيتشه وقال فرويد وجان جاك روسو وقال بيكون وقال ديكارت، بتلاقي يا عمي أبو عطية كله بس بشغلة بسيطة، يعني بمثل شعبي أو ضربة حظ استنتجها من موقف بسيط، شاف بسة بتسويش في الشارع فطلع فكرة معينة، فإذا نيتشه كان حاكي في الموضوع. يعني بديش أحكي أمثلة ولكن كثيرا الأمثلة، وهي قصة كثيرة دير بالك، يعني تعني إنه ما فيش شيء حاضر في دماغك يعني. مسألة الوعي، إذا فكرت في القصة أول ما يخطر في بالي حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله. يعني وإن كنت أختلف معه كثيرا، يعني صراحة الرجل بكى يعني منطقي وعقلاني وفيلسوف وصاحب مدرسة أصولية وصاحب نقاشات فلسفية، وله كتاب مقاصد الفلاسفة، وعنده تهافت الفلاسفة سواء يعني اختلفنا معه أم اتفقنا معه أن ما يقوله الفلاسفة تهافت أم ما يقولونه أسس علمية. المقصد ما شدني إلى هذا الرجل هي النقلة التي انتقلها، الأزمة النفسية التي خاضها من أجل أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أو من منهج إلى منهج. الظروف التي أحاطت بهذا التغير وكذلك النفسية التي رافقت هذا التغير. الرجل يعني في كتابه المنقذ من الضلال، وإن كان كتاب قليل يعني من الصفحات يعني مش هالشيء الكبير، بس رجل صادق يعني. وفي هذاك الوقت حقيقة لا يستطيع أو لم يكن من الفنون الأدبية أن يتكلم الإنسان عن نفسه بسردية معينة، فهذا كأن فن سيري ما كان موجود في ذلك الوقت، فبالتالي أنت تستشهد بالغزالي ولا تستطيع الاستشهاد بغيره، لأن اللغة التي يستخدمها الغير في ذلك الوقت كانت لغة منطقية حضارية
كتاب دولة للترويج لكتاباتهم يجب أن يتكلم بأسلوب منطقي وأسلوب باللغة الفصحى وغيرها وغيراتها، يعني بتوجيه معين، يعني لا يستطيع أن يتكلم بسلاسة. ما حصل مع الغزالي أن بعد أزمته النفسية والفكرية استطاع الرجل أن يغير حتى في أسلوب الكتابة. يعني كان الرجل يتكلم يعني بقضايا علمية لو مسكها رجل الشارع لن يفهم العنوان، والعنوان بجوز يأخذ معاه، يعني بدأ شات جي بي تي يحلل المصطلح ماذا يعني. ولكن الرجل تكلم في المنقذ من الضلال بأسلوب قصصي شخصي سيري، سيرته الذاتية البسيطة التي تخص تلك المرحلة. من الأمور التي أعجبتني أنه تكلم يعني عن ذلك الاكتئاب الذي أصابه لمدة 6 أشهر. الرجل في بغداد علامة عصره، الرجل يدرس في المدرسة النظامية التي أنشأها نظام الملك السلجوقي. في عام 488 للهجرة كانت السنة الرابعة التي لا يزال فيها أستاذا على رأس عمله في هذه المدرسة، والتي كما قال ابن العربي لاحقا أني حضرت مجلس الإمام الغزالي وكانت يحضر له 400 عمامة من أفضل وأعلم وأشرف علماء بغداد يحضرون كالتلاميذ عند الإمام الغزالي وفي مجلسه. هذا الرجل يقول أن بدأ الأرق وبدأ التفكير وبدأت المراجعات. قال حتى أني صرت أذهب، بما معناته يعني بتاخذش مني، تقدر ترجع للكتاب وتقرأ. صرت أذهب إلى المحاضرات لا أستطيع أن أتكلم، حتى أني أشفقت على الجالسين المنتظرين لكلامي المبهر، وأشفقت على نفسي التي لم تستطع أن تتكلم شيئا. أنت رجل الآن يعني ارحموا رجلا يخسر رأس ماله، رأس مالك الحكي، رأس مالك الكلام، رأس مالك العلم، وأنت تحضر عند المتعلمين ولا تستطيع أن تعلمهم شيئا. مخك فيه 1000 عاصفة، مخك لا يستطيع أن يدرك ما الذي يحصل. يعني أنا فاهم هذا الشعور حقيقة، بجوز أدركني هذه المسألة يعني كل تغيراتي الذهنية والفكرية والنفسية والله من سؤال سألته لتلاميذي في المحاضرة مرة. هذا السؤال قض مضجعي وهدم كينونتي العقلية التي بنيتها خلال 25 عاما، ومسألة بسيطة للغاية وكنت أدرسها دائما. ولكن يبدو أنك عندما تسأل نفسك ثم تجيب على نفسك بس بطريقة جديدة فيها شيء من الصراحة وفيها شيء من الشك وفيها شيء من النقد. أول شيء هذا إذا يدل على أن منهجيتك الفكرية بدأت تختلف، منهجيتك التحليلية بدأت تختلف، صرت تفهم الفارق ما بين النضج العقلي أو بداية النضج العقلي وبين تلك المسرحية التي يلعبها العقل على الإنسان بأنه يفهم كل شيء. الصراع الأبدي ما بين الشك واليقين يتجلى حقيقة في عقلك عند نقطة معينة، بعد صدمة معينة، عند سؤال معين، عند استفسار معين، عند حدث معين.
وكل ما حولك يهيئ لك بأن تبدأ أن تفكر بطريقة جديدة. يحصل لك عندها أزمة يسميها علماء الاجتماع، علماء النفس، والله من عارف، اختلف العلماء في ذلك، أزمة الوعي. يا جين يعني طيب تأزمنا، بعدين تبدأ في دخول مرحلة أزمة الوعي في صراع حاد مع ذاتك. هذا ما حصل مع الغزالي، صراع مع ذاته، صراع مع عقله، صراع مع أفكاره القديمة. في تلك اللحظات لن تجد أجوبة، ستشكل أو ستتخذ من نفسك قاضيا ومحاميا ومدعيا ومتهما، أربع تشكيل أو يعني أربع وظائف مهمة للمحكمة. رأسك سيفتح محكمة فيها المتهم والمدعي والمحامي وحتى القاضي، وتنفض المحكمة ولا تجد حكما. ثم تعقد محكمة جديدة على شيء جديد، وتنفض المحكمة ولا تجد حكما. تخيل أنك الآن في وظيفة أو في مقام يطلب فيه منك أن تتكلم، وعقلك لا يجد حكما حتى يتكلم فيه. ولست معتادا على الصراحة، أن تتكلم بذلك الصراع الدائر في مخيلتك. لا تمتلك الصراحة، لا زلت أنت في بداية الطريق. أنت دائما حياتك قائمة على المسلمات. هذه المسلمات لم تصطدم في طريقها بأي شيء من الشك، ولا تعترف بالنسبية، تعترف فقط بالمطلقات. راديكالية هائلة، يا صح يا غلط، يا أبيض يا أسود. أنت مع الأبيض صحتين، مع الأسود صحتين. المنطقة الفاصلة والبرزخية بينهما بالعادة نادرا ما يخوضها العقل العربي. طبيعة التربية، التفكير المتوارث، العادات، التقاليد. الأسرة دائما لها بروتوكولات معينة وأسلوب إداري معين يقوده الأب، تقوده الأم. بالوضع الطبيعي يقودهم جميعا المجتمع. يعني يكفي مصطلح ابن مربى. والله طيب، يعني مربى إيش يعني مربى؟ يعني ما هي التربية في نظرك؟ التربية في نظر الإنسان العربي أن هذا الولد لن يوقعني في مشاكل، ومؤدب، وماشي على الصراط المستقيم، ويحافظ على العادات والتقاليد كما هي، بحيث أني لن أسمع في يوم من الأيام أي شكوى من أي فرد في المجتمع عن تقصير هذا الولد في أمر من الأمور الاجتماعية أو الأدبية أو الأخلاقية. فالولد حقيقة سأسميه إنه ولد مربى. عندما تكون مفهوم التربية أو يكون مفهوم التربية ببساطة يعرف بهذا الشكل، أنت لا تدري أنك تقضي على شيء اسمه العقل التشككي، العقل المفكر، أو العقل الناقد. يعني ما فيش مجال للنقد أصلا. حتى النقد يتم التعامل معه في الإطار التربوي حتى تخرج بلافتة أنك شخص مربى. أنت لا تناقش، وإذا حصل في دماغك نقاش سيكون سؤال يعني بأدب، وبالطبع لن تسمع عليه جواب صادق، يعني لأن الأب كذلك مربى، فمش راح يحكي لك إلا بأدب إنه اخرس، بس بأدب. يعني ما بلاش تسأل أسئلة زي هيك، لأنه ما فيش داعي لها.
مش راح تغير شيء صراحة. فهذا العقلية تنتج شخص مربى لن يستطيع أن يفكر، لأن قضى على كل التساؤلات العقلية منذ صغره وحبسها في قفص، وضمرت العضلة التي تفكر بطريقة مغايرة، أو تسبح عكس التيار، أو تحمل السلم بالعرض. هذه العقلية طبعا ستهدمها تلك الأسر يعني. عدا عن ذلك ستجد مجتمعا تقليديا أبويا متسلطا بطريركيا زي ما وصف عبد الحليم بركات العالم الاجتماعي اللبناني. مجتمع بطريركي مسؤول حتى عن طريقة التفكير تبعتك. ستشتعل في حال تغيرت قليلا واختلفت مع المجتمع في بعض إدراكاته، ستسمع إما بأذنك أو بأذن المحبين النميمة عليك، أو الغيبة، أو ممكن بعض التساؤلات المريبة في طبيعة شخصيتك، إنك هل أنت يعني معقد نفسي، أم أنت مثلا غريب الأطوار. شوف المصطلح والله، يا غريب الأطوار. تنمر اجتماعي هائل، فمن مباشرة ستنسحب من القصة وتعلن التوبة وأنها نزوة وأنها قضية يعني عابرة، وسامحونا يا جماعة واستروا ما بدا منا وخلينا عايشين مع هالقضية. طبيعي بدنا نعيش. سيأتيك سؤال يعني صراحة، سؤال أتساءله وأنا في هذه المرحلة، طبعا بعد ما مريت بهذه القضايا كلها واستطعت أن أحلها بإصرار عنيف، ولا أستطيع أن أطالب أحد آخر بأن يطبق الطريقة التي يعني مثلا وصلت فيها إلى بعض الحرية في أن أفعل ما أريد أو أتكلم بما أريد بالعلن بالسر بأي شيء لا يهمني. القضية يعني ممكن مثلا سؤال خطر في بالي صراحة، لو أن واحد بدنا نقول تخطى أزمة الوعي وصار شخصا واعيا واستطاع أن يغير أفكاره واستطاع أن يخالف الجمهور ويخالف القطيع ويقفز من السفينة كما في القصيدة التي بدأت فيها الكلام، أول القافزين من السفينة، ماذا يستفيد؟ جد ماذا يستفيد يعني؟ بجوز يجي شخص لا واعي أو ما مرش بهذه الصيرورة أو الأزمة النفسية ولم يشتعل في نفسه الغضب على حجم الخديعة التي تلقاها من مجتمع لا يريد أن يتغير، يرى كل المساوئ ويرى كل هذا التدني في المستوى السياسي والاقتصادي والحضاري والنفسي والفكري. النسب يا جماعة أقسم بالله، تطلع على النسب التي تقارن ما بين الحضارات يعني العرب وغيرها من الشعوب، سواء في القراءة ولا سواء في المال ولا سواء في العلم ولا في الاختراعات ولا في البحث العلمي ولا في العلم الأكاديمي ولا حتى في التفكير. يا زلمة أنت بتحكي عن أصفار مقابل أرقام فيها واحد مقابل عدة أصفار صفر على واحد أمام عدة أصفار. يا جماعة شيء عجيب، شيء عجيب. بتقول طب كل العالم عارف الحقيقة يعني، طب ما الذي يعني يمنعك من التقدم؟ ما الذي يمنعك من التغير؟ ما هو هذا السؤال. بصراحة أنا أختلف مع الأشخاص الذين يلومون دائما، وأنا منهم يعني ألوم دائما، ولكن سؤال أسأل لذاتي يعني أصلا،
وما الذي تستطيع أن تفعل أنت؟ هياك أدركت، اسم الله عليك، أدركت ما شاء الله عنك، اشتعل في رأسك نور. هذا الصراع الذي دار في هذا الرأس وأراد أن ينفجر وانفجر على الفاضي، لا يفعل شيئا. القضية أنت وحدك، ولو كان معك أشخاص آخرين لا تشكل هذه النسبة شيئا ولا تغير شيئا. طيب بدك تقول لي غير في نفسك، نعم سأغير في نفسي، ولكن أنا سأنقضي، أنا سأنقضي طالما أنا قليل، والذي سيأتي بعدي بجيل سيكون قليل، واللي بعده سيكون قليل، أنت لا تؤثر شيئا. على كل حال سيأتي هذا الواعي مقابل الشخص اللاواعي حسب نظره، فيقول للاواعي اللي كان طول حياته ماشي مع القطيع وكل شيء تمام، القطيع زبائن إذا فتح تجارة، القطيع مصفقين إذا كان سياسيا، القطيع مؤيدين إذا كان صاحب رأي، القطيع مقدمين إذا أراد أن يمسك مسؤولية، القطيع موظفين إذا كان يريد أن يتوظف، القطيع معه في كل اتجاه. فالنجاح من ضمن دائرة القطيع ولو كان نجاحا صغيرا وهميا غير مؤثر إلا أنه مريح جدا. في الأخير نحن بشر، يعني نسعى إلى السعادة، السعادة على المستوى الفردي. حتى التغير الذي طرأ في الإمام الغزالي كان بحثا عن سلام داخلي في ذاته. الرجل كان واصل في مكانة مرموقة، كان يسمى مثلا شمس العارفين، حجة الإسلام، درة العلماء، أبطر إيش ألقاب، يدرس في المدرسة النظامية اللي تقول زي هارفرد اليوم مثلا، في ذلك الوقت يعني في دار السلام في بغداد، حاضرة الخلافة والحضارة والعلم. يعني الرجل بالبرستيج واصل أعلى مستوى، وخاضع له كل العلماء والمحاضرين والمثقفين والمشايخ والعلماء. في المجال السياسي نظام الملك الوزير السلجوقي يعتبره قمة، يستشيره في كل شيء. لم يكن مرتاحا، بحث عن سلام داخلي، اعتزل الناس 11 سنة، تاه في الصحراء وزار دمشق وبيت المقدس وفي الصحاري. حضرته في الأخير اكتشف عن علم غريب أقرب يعني للفكرة الصوفية، وصار بده يعني يستجلب العلم من الله وأن يفتح عليه فتوح العارفين. يا سيدي المهم انبسط الزلمة وألف إحياء علوم الدين، ما شاء الله عليه، ارتاح. إذا ما الذي يريده الإنسان؟ هذا الفرد المسكين اللي وحده يريد سلاما داخليا. اللاواعي يفهم هذا الموضوع بدون صراع، فيش داعي للصراع، يعني شغله مفهومه. يعني شو يعني ما زاد حنون في الإسلام خردلة، يعني ما سويت لي شيء جديد. يعني بعد صراعك العنيف تطلع لي في الأخير بمعلومة عادية. يعني زي قال الإمام الجويني لما أتته الوفاة فقال ليتني مت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور. يعني صاحب كلام مؤلفات وإمام الحرمين وفي علم الكلام والعقيدة، في الأخير يا ريت عندي عقيدة عجوز من عجائز نيسابور، مرتاحة البال، عاشت مرتاحة وماتت مرتاحة والله يرحم روحها. فإذا على ما هذا التفكير؟ أنت فقط تقتل نفسك، أنت فقط شمعة تحرق نفسك وتعتقد أنك تضيء للآخرين، والآخرين يعني بدنا نقول الغالبية العظمى لا ترى في شعلتك نورا.
والبسط يعني والمتأثرين فيك الذي يعتبرون شعلتك نورا سيحترقون مثلك. يعني أنت نقلت عدوى الحرق فقط. سؤال منطقي يجب أن يجاب عليه. ومن الذي يجيب عليه؟ الفلاسفة اللي خاضوا صيرورة العقل والتفكير والمنطق. طيب أنا بقدر أجاوب عليه بجواب بسيط. إن إذا أنا طبعي هيك ولا أجد سلامي الداخلي إلا بالتفكير، بتقولي معقول؟ بقول لك نعم معقول. إن شاء الله بعرض عليكم إذا تدخلوا على موقعي أو على صفحتي في الفيسبوك، صفحة رياض الصالح، يعني في مقالة يعني وأنت نازل ثاني واحدة بجوز يعني كتبتها وبعدها بطلت أكتب، اسمها رحلة في غيبوبة. لعلها تجيب يعني هيك بعض التفكيرات التي تخطر في البال. كيف يشعر هذا المتعمق بالسعادة بعد فترة حتى ولو عانى من آلام شديدة؟ لأن بعد فترة الألم ستأتي الراحة النفسية، إذا كانت راحته بأن يجد الأفكار، بأن يصل إلى ذلك العمق والنضج في تحليل المعلومة، بأن يفهم كل ما يدور حوله أو معظم ما يدور حوله. إذا حدثوا بالسياسة فاهم شو بصير في السياسة، إذا حدثوا في الاقتصاد فاهم شو بصير في الاقتصاد، إذا حدثوا بالمجتمع فاهم شو بصير في المجتمع، حتى لو لم يكن قارئا، حتى لو لم يختم 10,000 كتاب، عادي ما فيش. أعطيني المعلومة. العقل الذي ألف ذلك الكتاب هو نفس العقل الذي إذا حفز سيصل إلى نفس القضية، عادي. المهم، فالمجتمع لا يدعم لا معنويا ولا نفسيا ولا ماليا. هذا عدا عن لسه كمان غير إنه لا يدعم، هو يقاوم ويتنمر ويحكم وينمط. وأكثر شيء يريده الشخص الذي يفكر أن ينعم بشيء من الحرية، لأن بدون هذه الحرية لن يستطيع التفكير. حالي طولت عليكم صح؟ أنا أسمع يا جماعة، قصتي قصة يعني، إذا دشرتوني أحكي بخلصش. على كل حال يعني ممكن نقف إلى هذا الحد ونكمل. أنا مكمل صراحة، لأن يعني بالنادر تجيني لحظات أتكلم فيها بهاي الطريقة يعني وهاي الأريحية. أنا مكمل، بس إذا سويت مونتاج قطعتها هان، الحلقة اللي بعدها راح تكون على نفس القاعدة يعني أنا مكمل، فممكن أنزل حلقتين مع بعض. على كل حال انتهينا من قصة الغزال. اوكي، صيرورة وأزمة نفسية، صار معاه نوع من الاضطرابات النفسية. هذا الاضطرابات طبيعية تحصل مع الأدباء، مفكرين، الفلاسفة. تحصل أن يعني أو تشعر أن موجة أو هالة إلهامية نزلت على هذا الشخص دون غيره، يتمنى في فترة من الفترات ليته كان جاهلا، ليته كان معطل الدماغ، ليته لم يفكر، ليت هذه الشرارة التي أشعلت عقله أطفئت في مهدها، ليته عاش تحت الرماد وبقي تحت الرماد وانطفأ تحت الرماد من كثرة ما وجد وما لاقى وما عانى مع نفسه أو مع أهله.
أو مع المجتمع، وهم لا يعلمون عداه أنه يريد مصلحة نفسه ومصلحة أهله ومصلحة المجتمع. وأول سؤال ممكن أن يخطر على باله أو على بال أهله أو على بال المجتمع: أنت مالك؟ والله أخي ما مالي شيء، مالي أني تخطيت وتجاوزت حد التفكير في ذاتي إلى التفكير في الآخر، والتفكير في الآخر بطريقة ليست طريقة همجية أو سطحية أو تسليكية، بدنا نقول بالعامية. لم يعد يقنعني الشيء التسليكي، سلك مشي. لا يا أخي، يا ما مشها العالم وانظر إلى ما وصلنا إليه، انظر إلى ما وصلنا إليه. أنت كنت يعني تعتقد، والجميع يعتقد، أن ما يفكر فيه هو أفضل شيء، ما هو عليه هو أفضل شيء. سامحوني، بجوز كان في بالي كم من كلمة قالها فلان وقالها علنتان وأبصر شو وربنا الله، يعني ضاعت، وحبيت أدخل بهذا الأسلوب. تسميه أسلوب، تسميه هيك طبيعتي، وأنا ما بعرف. على كل حال، طبيعة الإنسان إنه بيختصر، يعني 100% تأتي بباله فكرة أن الشيء اللي بنسويه غلط، بس والله يا أخي في باب الأولويات أو الموازنات أو المقارنات، يعني درء المفاسد أولى من جلب المصالح. يعني في تجربة علمية كنا حضرناها في الزمانات على اليوتيوب، الله أعلم، أو حتى كانت على الإنترنت أول ما طلعت، إن رجل يصعد في مصعد، تجربة يعني. فالمهم في 4 في المصعد، فلما طلع في المصعد دعسوا على زر التنقل هذا بين الطوابق، فالأربعة كان في معهم طاقية في أيديهم فلبسوها، فهذا عاود معاه طاقية فلبسها، بعد شوي شلحوها فهو شلحها، بعدين راحوا على اليمين، اتجهوا هيك على اليمين فهو اتجه معهم على اليمين. يعني هو يتساءل، يعني ما الذي يحصل؟ يعني هل يعقل؟ شو المنطق في الموضوع؟ ومع ذلك سوى زيهم. يعني حتى لم يكلف نفسه أن يعترض. ممكن الاعتراض يا أخي في هاي اللحظة ببين إنك قديش هو جاهل، يعني يبقى واحد يعطيه معلومة يقول له والله القوانين تبعت الصعود في المصاعد أنت ما بتعرفهاش، فقصة هيك أنت بتعرفهاش؟ لا أنا بعرف، يعني شو بعرفش؟ فبالتالي لا خليك، يعني والله التجربة، يعني شو الموضوع تبعها؟ ما هو رحمة ستي بك تقول حط راسك مع الروس وكل يا قطاع روس، وبك تقول الحيط الحيط ويا رب ستيره. فايش يعني الاكتشاف العصري؟ ايش الاكتشاف العلمي؟ يعني شو جبت لي؟ اقرأ الأمثلة الشعبية والقصص عبر التاريخ ستكتشف الطبيعة البشرية، مش محتاجة فدلك يعني، ولا تقرأ لك 1000 كتاب ولا ما يحزن. حلل، بس حلل صح. طيب المغيرين عبر التاريخ لو آمنوا بهذا الكلام، أو لو آمنوا بالطبع البشري، أو لو رضخوا للطبع البشري، هل سيغيرون شيئا؟ ما أتصورش. ليش غير؟ يعني والله كان علينا حاكم ظالم، وشيء طبيعي إن الناس تنظم فيه شعرا وتنظم فيه مدحا وتتزلف له وتتذبذب له، معنى مصطلحاتنا،
زيك المتذبذبين والمتزلفين والمادحين عادي، زيك زي الناس. وليش تطلع يعني بطريقة جديدة يعني أو أسلوب جديد؟ ولا زي ما بيقولوا جماعتنا خالف تعرف. يعني خالف تعرف اتهام للنوايا، بلكي أنا مخالف مش عشان أعرف، بلكي أنا مخالف لأن طبعي مخالف، أسلوبي مخالف، مخي مخالف. طب ليه مخالف؟ يا أخي مخالف. سبحان الله هيك جد. هناك أفكار اشتعلت في رأسي جعلتني مخالفا. أصلا الإمام الغزالي لما خالف انهارت مكانته العلمية التي كانت عليه. يحتاج 11 سنة بعد ذلك، بعد ملكي نفسه وسلام النفسي وألف إحياء علوم الدين، استطاع أن ينشهر مرة أخرى. ولكن بالوضع الطبيعي الشخص الذي يخالف قد لا يشتهر. وأسوأ الأحوال في مسألة الوعي أن تنتقل من مرحلة يعدها الناس نجاحا إلى مرحلة لا يعدها الناس إلا فشل. أنا هذول الناس اللي بحبهم، هذول الناس اللي بقدر أسمع إلهم. رجل بعدما وصل تغيرت أفكاره. الوعي الذي حصل عنده وعي تشكيكي فيما يراه الناس نجاح. هذا شخص صادق. طبعا إذا كان صادق حقيقة، يعني مش والله طردوك أو مسكوا عليك اختلاسات أو فضائح جنسية أو قصص يعني لا تروى، وبعدين غيرت وخليت الموضوع خط ثقافي وفلسفي وفكري. لا، الله يرضى عليك، مش هذا بتكلم عنه. أنا أتكلم عن شخص وصل، نجح، أخذ ألقاب التي لا يعدها الناس إلا النجاح والقمة، ثم ترك كل هذا. ليه؟ ليس فقط زهدا، لا، المسألة مش مسألة زهد، يعني جايين والله نعلم الناس الزهد يعني، ولكن الموضوع أنه تركه عقلا. أدرك أن ما هو فيه كان مهزلة، كان خطأ، لديه نقد، لديه اعتراضات، لديه كثير من المسائل أو النقاط التي يتوقف عندها للمراجعة. فأبت نفسه عليه إلا أن يترك كل هذا ويبدأ في البحث عن شيء جديد. طيب، قد يسأل سائل لعله كان في المكان الصحيح حقيقة. انساك من البرستيج الاجتماعي. الناس تصفق لأي شخص في أي مكان. يعني لو كان فيلسوفا مشهورا ستصفق له الناس، وإن كان سياسيا عادلا ستصفق له الناس، وإن كان سياسيا ظالما ستصفق له الناس، وإن كان مدرسا يعني ناجحا لمادة ليس لها قيمة ستصفق لها الناس، سيصفق له الناس. يعني ليس الموضوع موضوع بس التصفيق البرستيجي، لا، لعله في مكان سليم. يعني زي الإمام الغزالي كان في مكان سليم صراحة. الرجل يعني كان منطقيا، فيلسوفا، أصوليا، كان معه الحرية أن يتكلم كيفما يريد وفي أي موضوع يريد، وهو رجل أصلا عقلاني وصاحب دماغ. المكان سليم. يعني أنت تمتلك مفاتيح الفلسفة الإسلامية اللي اليوم نطالب فيها. مثلا نطالب أن توضع الخطوط العريضة المفهومة المعروفة للعقل الإسلامي في ذلك الزمن. لو تطور اليوم كيف كان سيكون، وأنه كان بالإمكان أفضل مما كان. ولكن الإمام الغزالي في لحظة صيرورية وجودية بدل كل هذا ونزل درجة. من هاي وجهة نظري إن الإمام الغزالي ما سوى شيء، يعني ربنا الله خرب الدنيا. بس مش هاي القصة إن احترامي لفكرة التغير،
فكرة النقد، فكرة إن في شيء غلط. طيب هذا الكلام طبعا في التاريخ الإسلامي انتهج نهجا عاطفيا نوعا ما، إن يعني هينا وصلنا يا أخي العقل والفلسفة والمنطق، وهي أقطاب العقل والفلسفة والمنطق. الإمام الجويني بقول لك يا ريتني متت على عقيدة من عقائد عجائز نيسابور، والغزالي بكى في القمة الفكرية والفلسفية والمنطقية ونزل، بطل، صار صوفي، يعني ينتظر الفتح الرباني وينتظر الفيوضات الإلهية، ويريد أن يكون العلم يعني يتنزل عليه تنزيلا، يعني نفض إيديه من النظرية التجريبية والعلم التجريبي والتحليلي كله، والعلم الاستقرائي والمش عارف إيش كلها، يعني ما فيش. أنت خليك استنى بس إن شاء الله المد الإلهي وكل شيء تمام. فكان حقيقة يعني نقلة نوعية زادت الطين بلة في العقل الإسلامي. يعني إلى اليوم حتى بطلع على واحد من علماء الفيزياء هذول الأجانب، فبتكلم إنه بدأ الانهيار العقلي عند المسلمين لما كتب كتاب تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي. ابن رشد رد على الغزالي، ابن رشد لا